السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ انا اميرة من قناة اميرة في بيتي. يا رب القناة تكون عاجباكي. لو انت اول مرة تشوفيني متنسيش تخشي على القناة عندي تشوفي كل الفيديوهات بتاعتي وتعملي لي اشتراك ولايك وتفعلي زر الجرس. النهاردة هنعمل مع بعض التومية السوري في 5 دقايق. هتكون عندك احلى صوص تومية زي المطاعم بالظبط، يعني مش هنقدر كمان نفرق بينها وبين بتاعة المطاعم الجاهزة. يعني اعمليها بقى لبيتك ولولادك، هيفرحوا بيها جدا. يعني احنا اغلبنا بقى بنحبها جنب الاكل، جنب الفراخ والكفته، السندوتشات السوري. فبجد يعني اعمليها واحفظيها عندك في التلاجة لمدة اسبوع. اعملي الكمية اللي انتي حباها وخليها عندك في التلاجة وتستخدميها جنب الاكل جنب السندوتشات بمكونات موجودة عندك في التلاجة طبعا. يعني قبل ما نبدأ بقى الوصفة متنسيش نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا. يلا بينا. انا جبت كوبايه ميه. ممكن نضاعف الكميات لو انت عايزه تضاعفي يعني تعملي كميه اكبر مني، ضاعفي المقادير اللي انا هقولك عليها. جبت كوبايه ميه وهحط عليهم معلقتين نشا كبار. الميه بالنشا دي الحاجه الاساسيه اللي معايا عندي في الوصفه النهارده، اللي هتربط لي المكونات ببعض وتخلي السمك بتاعها سمك تقيل وحلو. يبقى كوبايه ميه عليهم معلقتين نشا. نعملي كوبايتين ميه عليهم 4 معالق نشا، زي ما قلنا هنضاعف الكميه. ندوبهم على البارد الاول قبل ما نروح على البوتاجاز. يلا بينا نروح على البوتاجاز، يلا بينا. نفس طريقه المهلبيه، على نار واطيه عشان ما تكلكعش معاكي ولا تشيط. وقلبي طول ما انتي واقفه، قلبي لغايه لما تلاقي التقل بتاعها بدات تتقل، توصل للسمك اللي انتي عايزاه. بصوا انا بقلب بردك طول ما انتي واقفه، قلبي. بصوا بدات تتقل معانا، خلاص بقى نسرع ايدينا عشان مش تكلكع معانا. خلاص ده التقل بقى اللي احنا عايزينه. هنطفي عليها النار بقى ونسيبها تبرد جنبنا شويه. اهم حاجه نسيبها تبرد عشان الخلاط مش يبوظ معاكي. اهي بصوا ده التقل بتاعها، ولا مكلكعه ولا اي حاجه. يلا بينا بقى نخش على بقيه المكونات. انا معايا دول 3 معالق مايونيز. احنا ممكن نعملها بمايونيز بس او بزبادي بس. انا النهارده هعملها بالاتنين مع بعض، بالمايونيز والزبادي. ومعلقتين زبادي، 3 مايونيز ومعلقتين زبادي. دول 3 معالق خل. معلقه توم كبيره، بس انت ممكن تقللي التوم لو انت مش حابه طعم التوم يبقى فيها قوي، فممكن تحطي معلقه توم صغيره بس. ربع كوبايه زيت. معايا دول شويه لبن حليب عادي خالص، هنستخدم منه، هناخد منه على قد ما احنا ما محتاجين، من 4 ل5 معالق. ومعايا ملح طبعا، احنا معلهاش بهارات غير الملح بس. هنحط الربع كوبايه زيت، النهارده هنستخدم الخلاط بتاعنا. ربع كوبايه زيت. هنحط معلقه الثوم الكبيره او الصغيره حسب ما انت محبه، او 3 معالق الخل. هنزل بالثلاث معالق مايونيز. ده المايونيز البيتي اللي انا عاملاه معاكم في فيديو قبل كده، من حلقتين، من فيديوهين قبل كده، من يومين عملنا المايونيز البيتي. ده اللي انا استخدمته النهارده، وحطيت معلقتين زبادي. خش على الفيديو بقى لو ما شفتيش المايونيز، خش وشوفيه هتلاقيه سهل جدا وبسيط. خلاص هنزل بقى هبدأ الاول انزل ب4 معالق لبن. لو ضربتيهم في الخلاط ولقيتي السمك تقيل هنحتاج نحط معلقه او معلقتين تاني. هنضرب الاول في الخليط ده مع بعض قبل ما نحط النشا اللي احنا عملناها. بس انا بهدي بس الخلاط شويه عشان خاطر يتضرب ويتجانس مع بعض. لو انت وقفتي لغايه هنا وصلتي معايا متنسيش تعملي اشتراك ولايك لو انت اول مره تشوفيني وتشوفي كل الفيديوهات عندي على القناه. نضربهم حلو جدا، يعني لمده 3 4 دقايق عشان يبدا يتقل معايا الخليط اللي انا حطاه ده. بصوا ده يتجانس مع بعضه والسمك بتاعه بقى تقيل شويه. بس دي طبعا مش التوميه، احنا لسه ما وصلناش للصوص التوميه اللي احنا عايزينه. خلاص هنبدا بقى نحط النشا بالميه اللي احنا عملناها ده بعد ما بردت طبعا. هنحط بردك الملح اللي احنا عايزينه. هنبدا بقى نحط شويه ملح بس صغيرين عشان تبقى هي ما تبقاش حادقه، يعني هتبقى حدقها بسيط كده حلو. ونضربهم بقى، نرجع نضربهم تاني في الخلاط مع بعض. وانت بتضربي بقى هتحسي من صوت الخلاط بدأت تتقل والصوت لو بتلفي معاكي هيبقى صوت الخلاط كويس حلو. لو لقيتيها لا مش عايزه تلف وتقيله، هيبقى انت كده محتاجه تحطي بس معلقتين لبن عشان تقدر الخلاط يلف معاكي. انا لقيتها لا تقيله، مش الخلاط بيلف بس صوته متغير، لا سمكها تقيل، فانا حطيت معلقتين لبن بس صغيرين تاني وخلاص، وبدأت تتقل معايا وبقت حلوه.
خلاص بنضربها بقى في الخلاط. عشان عماله اهز في الخلاط عشان بس ايه تتقلب هي من جوه. خلاص جينا بقى، بصوا ده الصوص اللي انا عملته، ده السمك اللي احنا محتاجينه، ولا اتقل من كده ولا اخف من كده. خلاص بصوا بالمعلقه، هقوله لكم حتى بالمعلقه. حلوه جدا وما فيهاش، وطعم التوم فيها مش لاذع قوي مش كتير، ده هي كلها معلقه كبيره توم. لو انت مش حابه التوم فيها يبقى ظاهر قوي يعني، حطي معلقه واحده بس صغيره، او قطعه توم بس صغيره. إيه بس مش هتحسي بطعم التوم خالص ولا باي حاجه. وحلوه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا اشتراك ولايك وسبسكرايب. باي باي.